السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي الأعزاء في وصفة اليوم. بريوش سهل ماهل بمكونات بسيطة بلا دليك ولا مجهود، خفيف قطني وطعم يا سلام. فضلا لايك والاشتراك مع تفعيل رمز الجرس للتواصل بجديد الوصفات. لنبدأ على بركة الله بإن العجل لدينا دقيق أبيض منخول أي الفورس. أضيف الخميرة الفورية أي خميرة الخبز، الملح والسكر حبيبات أي السنيدة، وأوزع النواشف مع بعضها البعض. جميع المكونات غتوجدوها مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. أضيف البيض بحرارة المطبخ. سنستعين في هذه الوصفة فقط بالملعقة لجمع العجين ونكهة الفانيلا. هذا العجين لا يحتاج إلى الدلك أبدا. وأضيف الحليب الدافئ. أستمر في الخلط حتى نحصل على كتلة عجين واحدة متجانسة القوام. المدة الإجمالية لجمع العجين هنا حوالي دقيقة ونصف تقريبا إلى دقيقتين. هذا هو القوام الذي حصلنا عليه. كما تابعتم معي فالعجين لا يحتاج إلى الدلك أبدا. أضيف حوالي ملعقة طعام من زيت نباتية. أغلف كل العجين بالزيت تقريبا من الأعلى. وأغطيه. بعد ذلك سنتركه حتى يختمر ويتضاعف حجمه. أدهن سطح العمل بالقليل من الزيت. ثم أضع فوقه العجين المختمر. أفرغه من غازات الاختمار. دائما نستعين بالزيت عند الحاجة. أبسطه قليلا ثم أقسمه إلى 8 قطع بنفس القياس تقريبا. كما تابعتم معي فبالنسبة للمكونات كذلك طريقة الإعداد فهي جد بسيطة. نأخذ قطعة من العجين وأبسطها على شكل مستطيل بسمك جد رقيق. أبسطها فقط باليد، ويمكنكم الاستعمال كذلك الشبك أي الدلاك لمن يرغب في ذلك. ألفها حول نفسها حتى نحصل على ملفوف من العجين. وبنفس الطريقة سأشكل باقي قطع العجين إلى لفائف. سبق أن بطنت صفيحة متوسطة الحجم بورق الفرن ويمكنكم دهنها بالقليل من الزيت. أضع لفائف العجين جنبا إلى جنب. قياس هذه الصفيحة 24 سنتيمتر على 32 سنتيمتر تقريبا. هذا هو الشكل الذي حصلنا عليه. نضع البريوش بمكان دافئ حتى يختمر ويتضاعف حجمه. بعد الاختمار سندهن لفائف البريوش بخليط من صفار البيض والحليب. في هذه الأثناء الفرن ساخن على درجة 180. أزينه بالسمسم أي زنجلان. مدة الخبز 20 دقيقة تقريبا. 3/4 المدة أي 15 دقيقة الأولى الفرن مشعل فقط من الأسفل، بعد ذلك نشعله من الأعلى كذلك. بمكونات بسيطة وبمجهود جد قليل حصلنا على بريوش قطني خفيف رائع القوام بالصحة والراحة. وإلى لقاء قريب إن شاء الله.